انتوا قاعدين هنا وسايبيني؟ ما جبتش كحك. لا ما جبتش، نسيت. نفطر شويه بقى وخلاص. وانت على كده اشرف ابوك جاب الكحك ولا كروتكو زي كل ثانيه؟ لا عيب عليك يا محمود، ابويا اول يوم راح جاب لنا ربع كيلو كحك بعين جمل، واخدنا بيه صوره حلوه ونزلناها على الانستجرام، وبعد كده تاني يوم راح رجعه. خد بالك يا اشرف ابوك ده مريض عنده ده الجيوفه. ربنا يشفيه ويعافيه. المهم انت اخبار العيديات معاكوا ولا انا اللهم لا حسد وقوله بسم الله ما شاء الله لامم 30 جنيه، يعني هروح حاره العيد اسهر فيها للفجر. لا ده انت تعزمنا على كريب بقى. لا يابا كل واحد يكفي نفسه، ال 30 جنيه دول هشبرق نفسي بيهم. هو احنا مش اصحابك؟ طبعا يا محمود لنا حق عليها. يا جدعان سيبوني براحتي بقى، انا اول مره امسك مبلغ كبير زي دوت وعايز اعرف اعمل بيها. ما تقلقش ابونا هيعزمنا على العشاء. انا عايز اكل تقطيع يا جدعان. تطلبوا ايه؟ انا عايز 8 ترغيف التقطيع وطبقين ترشي. انا عايز كريب فراخ بتقرمش. انا عايزه سندوتش فسيخ وسندوتش رنجة. ده كده طلبوا طلبات باكتر من باريزيا. ده انا لازم اخلع. معلش يا جماعه اروح افك ميه واجي. اكونا اما انت سرحت فين يا ابني؟ انا محمود سرقتنا كده عفاه. لا مش عايز يقول لنا اخد هديك يا. لا يا عم ولا حسد ولا حاجه، انا بسم الله ما شاء الله خدت 30 جنيه عاديه. وعلى كده المبلغ الكبير ده هتعمل بيها هتحطه في البنك؟ راحت بيهم ملبستان. فيا جدعان انتوا قاعدين مستلمين كونان وتقلصوا على عشان ال 30 جنيه، ما تسيبوه بقى يا جدعان يهدى كده ويفكر يمكن يعمل بهم مشروع. صحيح، ما انتوا زمان كان لكوا شنة ورنة، دلوقتي ما تجيبوش حاجة. مفيش أحلى من أيام زمان، كانت أيام كلها بركة. الحمد لله.